أنا توني خليفة ومن فريق عمل برنامج أجرأ الكلام. مساء الخير. ثورتان في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 لم يحصد من ورائهم معظم المصريين حتى الآن إلا محاكمتين لرئيسين، فقد احتبست أنفاس الملايين يوم 3 من أغسطس 2011 وهم يشاهدون أولى جلسات محاكمة رئيسهم الأسبق حسني مبارك. يومها اعتقد كثيرون أنهم لن يعاصروا مشهدا مماثلا، لكن محاكمة مبارك ظهر منافس لها بعد نحو عامين فقط مع تبدل الأدوار بينه وبين محمد مرسي، وسيشاهد المصريون رئيسا آخر سابقا يمثل أمام المحكمة في اتهامات ليست ببعيدة عن التي يحاكم بسببها الرئيس الأول. غدا يصادف عيد الحب عند المصريين، ولكنه هذا العام سيحمل معه أشياء أخرى للمصريين نتوقف عندها في حلقة خاصة من أجرأ الكلام عشية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي. تقرير. هدده الملايين الذين نزلوا للشوارع في 30 من يونيو بأن يوم مجيئه سيكون يوم رحيله، وما بين يوليو عام 2012 عندما دخل الرئيس المعزول محمد مرسي إلى قصر الرئاسة، ويوليو 2013 عندما غادره للمرة الأخيرة، حكايات كثيرة اختلطت فيها قرارات كارثية ودماء للشهداء وتوزيع للاتهامات. نحن من دعونا لأن يحاكم هذا الإرهابي على جرائمه في حق ثوار مصر وشعبها، وكنا نطمع أن تضم المحاكمة عدد أوسع ممن أدينوا خاصة في الاتحادية، فهناك أطراف لم تضم إلى هذه القضية الكبيرة التي مارس فيها الرئيس بنفسه وانتهكت فيها حرمة الدم والنفس البشرية أمام قصره. كنا نتمنى أن يضم نائب الرئيس، حيث كان في مؤتمر صحفي ساعة فض اعتصام الاتحادية، وكان من المؤيدين لفض الاعتصام وقتل المصريين، ومحمد مكي وحتى الآن لم يضم اسمه إلى ملف القضية. ما زال أهالي الشهداء ويعني المصابون حتى الآن لم يحصلوا على حقوقهم، ففي ظاهرة عجيبة غريبة. يعني بعد ثورة 30 من يونيو كنا ننتظر من هذه الحكومة أن تعترف بمن سقطوا منذ تولي محمد مرسي في 30/6 وحتى الآن كشهداء ثورة، وبالمصابين كمصابي ثورة، حتى يحصلوا على حقوقهم المادية وحتى يحصل المصابين على التعويض والعلاج أو فرص عمل. أهملتهم الحكومة وأصبح مصابي الثورة يتسولون علاجهم. هذا أهم مطلب. أكثر من 70 شهيدا راحوا ضحية أحداث عنف شهدها عصر محمد مرسي، وستكون بداية الحساب مع أحداث الاتحادية التي وقعت يوم 5 من ديسمبر الماضي وتركت وراءها عشرات الشهداء والجرحى. مستغرب الناس اللي رافضة محاكمة مرسي. الراجل ده هيقف قدام هيئة قضاء محترمة، والقضاء المصري مشهود بيه على مستوى العالم، قضاء نزيه. الراجل ده لو مظلوم القضاء هينصفه. والله أنا شايف إن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي هتتم في موعدها، وقد تحدث بعض المناوشات من أهله وعشيرته، إلا إنه إن شاء الله وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة سيقوموا بتأمين المحاكمة، وهم قادرين على ذلك طبعا. وبالنسبة للقضاء الشامخ المصري العادل معروف عنه النزاهة، وإذا كان مدان سيدان، إذا كان بريء سيبرأ. والله كل واحد يعني ياخد حقه، اللي بيغلط لازم يدفع الثمن. والرئيس السابق قبل منه ما غلط في حق البلد وفي حق الشعب، فلازم الناس كل واحد ياخد حقه. موافق على محاكمته وبأيد أي حكم يصدر ضده، لأنه أساء للشعب المصري إساءة غير عادية، موافقة مطلقة إنه يتحاكم، لأن السنة اللي قعد فيها في ظل حكمه لشعب مصر أضر بالشعب وأضر بالبلد إضرار غير عادي. محمد مرسي لازم يتحاكم. ما يستحقش لو يبقى رئيس جمهورية، ده أصلا من أساسه ما يستحقش. هو جه غلطة أصلا، وإحنا أصلا انتخبناه غلط. مش ده الإنسان يبقى رئيس دولة ويتحاكم فيها، ورئيس سياسي أو حاجة زي كده.
احنا عايزين واحد يكون بيفهم يمشي البلد دي على اصول، واهم حاجه يكون في يكون في استقرار في البلد، اهم حاجه وامان وكل حاجه في البلد. ومخطئ من يتخيل أن أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من أركان نظامه غدا ستكون مشهد النهاية لنظام أسقطه الملايين بالفعل، لكنه ربما تكون بداية لمرحلة أخرى قد تشهد مفاجآت غير متوقعة. إذن بين مؤيد ومعارض لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، ما هو الكلام الذي سنسمعه الليلة في أجرأ الكلام بعد الفاصل؟ ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية طعم ما يختلفش على الاتنين. خليك أقرب للعالم مع مصر للطيران. اوصل لأكتر من 80 مدينة حول العالم وخليك دايما على اتصال بكل اللي بتحبهم مهما كنت فين. اتصل بينا على 1717 من أي محمول أو قم بزيارة egyptair.com. إن ماريا تشك في بيدرو، يستاهل، ولورينا تشك في جونزاليس، يستاهل، وأنا أيضا أشك. هتوجع برضه؟ هتوجع. انجز. تعالي. إيه ده؟ هغزك. انسى وجع السرنجة. قلم نوفوبان هيديلك جرعة الانسولين اللي انت محتاجها بأرفع سن ووجع عالي وكأنك ما تشكتش. انسى السرنجة مع نوفوبان. كل يوم هتستخدم تليفونك مع فودافون ليك ساعة هدية، دقايق أو رسايل أو موبايل إنترنت. الحسن والحسين، الحسن والحسين، يا ما اختلفش عليه اتنين، حسن والحسين، الحسن والحسين. هذا البرنامج برعاية أهلا بكم من جديد
نعود في هذه الحلقة من أجرأ الكلام عشية جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي. يسعدني أن أستضيف إلى جانبي الأستاذ المحامي محمد الدماطي، وهو وكيل نقابة المحامين وعضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي. أهلا بك. أهلا أستاذ توني. أهلا. ومعي أيضا في هذه الحلقة شهادات من أولياء ضحايا سقطوا أثناء المواجهات مع الأخوان المسلمين ومع نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، ومنهم الأستاذ جابر والد الشهيد صلاح جابر المعروف بجيكا، وهو أحد ضحايا أحداث محمد محمود الثانية. أهلا بك. السلام عليكم. ومعي أيضا الصحفي والمتحدث الرسمي باسم عائلة وأسرة أبو ضيف حسام السويفي. أهلا بك حضرتك المتحدث الرسمي باسم عائلة الشهيد الحسيني أبو ضيف. أهلا بك. أهلا. وأيضا معي ضيف ثالث سيكون في القسم الأول مموه الهوية على أن يظهر معنا في القسم الثاني ليسجل أبرز اعتراضاته وأقواله وانتقاداته على ما قد يرد على لسان ضيفي الأستاذ محمد الدماطي. أهلا بك ضيفي العزيز، وستكون معنا في القسم الثاني بإذن الله. نبدأ من عندك أستاذ محمد. أنت اليوم ونحن عشية جلسة محاكمة أو الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، هذا إذا تمت وإذا سارت الأمور بشكل اعتيادي وبشكل طبيعي من دون أي إشكالات من دون أي توتيرات، خصوصا وأن الأخوان المسلمين وأنصار الرئيس مرسي يتوعدون بأن هذا اليوم أي يوم غد سيكون يوما مختلفا على مصر. ما برأيك هذا الاختلاف الذي ينوي الأخوان المسلمين أنه يكون على مصر؟ يعني أعتقد أن اليوم المحدد له جلسة 4/11 والذي ستنعقد فيه المحاكمة نعم. في معهد أمراء الشرطة الملاصق مباشرة لمجموعة سجون ترى أنه سيمر يوم عادي جدا، لأن الأجهزة الأمنية كانت قد رتبت أمورها وجهزت نفسها، حيث قامت بعمل البوابات الإلكترونية بدءا من البوابة الرئيسية لسجن ترى المطلة على طريق الأوتوستراد. هذا بالنسبة للمنطقة هناك، ولكن نعم. ماذا بالنسبة لشوارع مصر؟ يعني ماذا ينتظر مصر في هذا اليوم كما يقول الإخوان يعني أو كما يتوعد الإخوان؟ يعني أعتقد أن هذه التسريبات من وجهة نظري لا أساس لها. يعني هناك المحاكمات تمت نعم. ولم يحدث أي شيء. كنا في محاكمة المرشد العام الأستاذ محمد بديع والمهندس خيرت الشاطر وغيره، وعقدت المحاكمة في دار القضاء العالي. صحيح أن المتهمين لم يحضروا، لكن كان الأمر عادي جدا والمحكمة تنحت عن نظر القضية، لكن لم يحدث أي شيء، علما بأنه كانت هناك تسريبات أن هناك حشودا سوف تأتي إلى المحكمة ولم يحدث. طيب برأيك هل سيحضر الدكتور مرسي إلى تلك الجلسة أو سيتمنع كما تمنع المرشد أو خيرت الشاطر أو غيرهم؟ لا لا لا، هؤلاء لم يمتنعوا عن الحضور، هؤلاء لم يحضروا طبقا ما قدمته النيابة العامة. نعم. الوارد إليها من وزارة الداخلية أن هناك دواعي أمنية منعتهم من الحضور. يعني الدكتور مرسي حضوره مؤكد، حضوره بإذن الله مؤكد، هو ومعه نعم. آخرين. يعني الدكتور مرسي معه آخرين في هذه القضية المسماة بقضية قصر الاتحادية والتحريض على القتل أو التحريض على الشروع في القتل. نعم. دي القضية اللي هي هتنظر يوم 4/11 بمشيئة الله، وأعتقد أن الدكتور مرسي سوف يمثل هو وباقي المجموعة المحالة إلى المحاكمة. من؟ يعني هو فيه من هي تلك المجموعة؟ من ستتضمن تلك المجموعة؟ يعني هي أنا عايز أقول لحضرتك هي أسماء منهم مساعدين للرئيس. أنا لا أذكر أسمائهم لأننا لم نطلع على أوراق الدعوة ولم نمكن من الاطلاع كفريق دفاع على أوراق الدعوة حتى هذه اللحظة، ولذلك هتدافعوا عنه ازاي؟ احنا رايحين نحضر مع المتهمين. هذا الحضور عندما لا توجد معنا أوراق سيطلب من المحكمة تصريح لنا باستخراج أوراق هذه الدعوة. من وكلكم؟
المحاكمات الجنائية ليست في حاجة إلى توكيل رسمي يعقد في الشهر العقاري إلى آخره، لكن عندما يكون لك متهما في جناية أنت تحضر دون توكيل، أهلك أقاربك إلى آخره يوكلونك لكي تحضر في هذه المحاكمة. من وكلك؟ ما أنا أسأل وأتوجه بهذا السؤال لحضرتك. يعني إذا كان الدكتور مرسي شخصيا يقول لا أريد أي محامي في هذه القضية لأنني أنا لا أعترف في هذه المحاكمة، حضرتكم جايين تمثلوا هيئة الدفاع عن الدكتور مرسي يعني بطلب من؟ عايزين نوضح للناس نعم. بس أن هناك موقفين في هذه الدعوة، موقف الدكتور مرسي وموقف الآخرين معه. موقف الآخرين معه موجه إليهم تهمة التحريض على القتل أو الشروع في قتل بعض المواطنين. ده موقف هيئة الدفاع سوف تستعد له باعتبار أن دي جرائم موجهة إليهم. موقف الدكتور مرسي موقف آخر، لأنه ما زال حتى هذه اللحظة سواء أمام قاضي التحقيق الذي أجرى معه التحقيق في المكان المجهول والغير معلوم، هو يصمم على أن إجراءات محاكمته إن وجدت جريمة طبقا للدستور الصادر 2012. طب أنت علمت في ذلك يعني كيف علمنا؟ أنا هقول لحضرتك علمنا إزاي، وده معروف. القاضي الجليل المستشار حسن سمير الذي أجرى التحقيق مع الدكتور مرسي في قضية وادي النطرون كان يحقق مع الدكتور سعد الكتاتني في ذات القضية اللي هي قضية إيه؟ وادي النطرون. ونحن حضرنا مع الدكتور سعد الكتاتني في هذه التحقيقات في سجن طرة. ثم سألنا المستشار حسن سمير عن أخبار الدكتور محمد مرسي، فقال لنا أنه بصحة جيدة وأنه رفض الإجابة على أي سؤال لأنه لا يعترف بهذه المحاكمة. ده كان على هامش التحقيقات التي أجريت أنت غدا مع الدكتور سعد الكتاتني. ستدافع عن من؟ سندافع عن المجموعة التي المتهمة في التحريض على القتل بما فيها الدكتور مرسي؟ لا. لأن الدكتور مرسي سوف نستبين موقفه عندما تمكننا المحكمة من الاتصال به والحضور معه في محبسه. ليه؟ حاجة من الاثنين، إما أن الدكتور مرسي يعني اللي عم بفهمه منك إنه الباقيين عم بيعترفوا بمحاكمتهم. هم مش ما فيش قدامهم غير انهم يعترفوا بمحاكمتهم، لان هو دول لا هم الرئيس ولا خلاف الرئيس، دول متهمين عاديين موجه اليهم تهمة التحريض على القتل. وبالتالي سيكون الدفاع منوط به. ما الذي أخذك لتدافع عن الإخوان المسلمين؟ الذي أخذني أنني أدافع عنهم منذ عام 2006. ليش؟ اسألوا لماذا ترافع الراحل العظيم نبيل الهلالي طول حياته عن الجماعات الجهادية، مش الإخوان، والإخوان وكافة التيارات الإسلامية طيلة حياته، وهو كان على يسار اليسار. لماذا؟ لأنه مؤمن أن هذا المقيد حريته يتعين أن يكون له محامي يدافع عنه. هذا من الناحية الدستورية. هل تدافع عادة كمحامي؟ أنا من الناحية الدستورية. أستاذي، هل تدافع عادة كمحامي عن قضية إذا لم تكن مقتنعا في هذه القضية؟ يعني أنت اليوم عم بتدافع عن أشخاص متهمين بقتل أولاد هؤلاء الأشخاص وأشقائهم وأهلهم أو التحريض على ذلك. إذا أنت لست مقتنعا ببراءة هؤلاء، كيف من الذي قال لك ذلك يا أستاذ توني؟ يعني أنت مقتنعا ببراءتهم؟ لا. أنا أولا مؤمن تماما أن أي إنسان ارتكب جريمة قتل أو الشروع في قتل أو جرح أو أصاب أي مواطن مصري يتعين أن يحال إلى المحاكمة الجنائية. طيب. لكن هناك فرق بين أن تتيقن أنت كمحامي من أن هذا الشخص قد ارتكب جريمة القتل في حق فلان، وبين أن هناك جرائم قتل حدثت منذ 25 يناير حتى هذه اللحظة لم يدن واحد في هذه القضايا كلها. أنت اليوم مع شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي؟ نعم. لا تزال حتى أنا الساعة؟ مع شرعية الرئيس محمد مرسي حتى هذه اللحظة، وأنا أدافع عنه باعتباره الرئيس الشرعي. نعم. وأنا أقول لك بملء الفم أن ما حدث يوم 30 يونيو هو موجة ثورية ثانية خادعة
كان في القلب منها قوى الثورة المضادة، لأننا كما نعلم جميعا أن أي ثورة في التاريخ البشري لابد أن تنجب بالضرورة ثورة مضادة. هؤلاء أصحاب المصالح لن يتركوا أي ثورة. حدث هذا في الثورة الإنجليزية سنة 1641، حدث هذا في الثورة الفرنسية سنة 1798. عد الثورات كلها لابد أن تجد أن هناك ثورة مضادة، إما أن تنجح الثورة المضادة وتطيح بالثورة الأم، أو أن تبتلع الثورة الأم الثورة المضادة. ما حدث في مصر، وأنا بقول خادعة ليه؟ لأن هناك شرفاء شاركوا في الموجة الثانية للثورة، هناك قيادات ثورية أعتز بها شاركت في هذه الموجة الثانية، لكن هذه المشاركات خدع بها الكثيرين، وسوف يأتي أبناؤنا وأحفادنا ليؤكدوا ما أقوله الآن. هل تعتبر أن ما حصل يوم 30 يونيو هو انقلاب عسكري؟ ما حدث يوم 3/7 هو انقلاب عسكري. هو انقلاب عسكري. نعم. ومن قتل جيكا ومن قتل أبو ضيف؟ عزأنا لكل هؤلاء الشهداء الذين سقطوا في كل معارك الثورة. نعم. ولا بد أن يقدم أي فاعل أو شريك في من قتل أو شرع في قتل إلى المحاكمة الجنائية، لكن لا تقل لي أن كل هؤلاء المتهمين هم مدانون، وإلا فما هي وظيفة المحكمة؟ وظيفة المحكمة أن تدين أو تبرئ، وبالتالي نحن ننتظر هذه المحاكمة التي يتعين أن تكون محاكمة عادلة ومنصفة وناجزة، يتاح فيها للدفاع أن يقوم بواجبه اللي منصوص عليه في المواثيق الدولية، في الإعلان العالمي كهيئة الدفاع. هل تمتلكون أدلة تختلف عن الواقع الشعبي؟ اليوم الشارع كله يؤكد أن من قتل هؤلاء الشبان هم الأخوان المسلمون أو مناصرين للأخوان المسلمين، أو خلينا نقول حرضوا على الأقل. هل تمتلكون أدلة ووثائق يعني تنقض هذه الأقاويل؟ يعني أنا لا أكون رجل قانون إذا قلت لك نعم أو لا، لأننا لم نطلع على أوراق الدعوة حتى هذه اللحظة، ولم نمكن بأمانة. يعني ما هتقول لي أنتوا ليه ما اطلعتوش؟ نحن لم نمكن حتى هذه اللحظة من الاطلاع على أوراق القضية. المحكمة سوف تمكن هيئة الدفاع. مين اللي رفض أنه تطلعوا على هذا الورق؟ اللي رفض الأجهزة الإدارية في المحاكم. يعني ما معكم توكيل؟ لو معك توكيل كنت إجباري بدك تطلع على هذا. أنا بقول لحضرتك الجنايات لا تحتاج من المتهم أن يوكل محامي، لأن حضور المحامي مع المتهم وجوبي، فهو يحضر معه، لأن الأصل في المتهم في جناية أنه محبوس، فكيف يوكلك؟ اللي بيحصل إن في أي اتهام عادي أو أي متهم عادي إن أهل هذا المتهم يتوجهون إلى المحامي. سأترك لضيفي الثاني معنا أن يناقشك قانونيا. نعم. في هذه المواضيع، لأنه يبدو أنه أدرى بما يجري داخل الإدارات، ولكن أتوجه في السؤال إلى أبو جيكا وأقول له غدا سيمثل الرئيس المعزول محمد مرسي أمام القضاء مع مجموعة ممن هم متهمون بأنهم حرضوا على قتل جيكا ورفاقه خلال المواجهات. كيف تنظر إلى هذا اليوم غدا؟ قبل ما أجاوب حضرتك عندي بس نقطة اعتراضية على وصف الحدث العظيم للشعب المصري بأنه انقلاب عسكري، لأن الانقلابات العسكرية اللي شفناها في كل التاريخ لم تعطي توقيتها ولا ساعة صفرها للي هتنقلب عليه. الانقلابات العسكرية بتيجي فجأة وبتعزل الرئيس فجأة، ولكن الجيش المصري والفريق الأول عبد الفتاح السيسي أعطى إنذار وأعطى مهلة، وقال إن هو هيتدخل إذا وجد البلاد هتروح في سكة يعني صعبة، ودعا الشعب إلى النزول، ونزل الشعب المصري بكثافة شهدت لها الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتمول الإخوان وعملائهم بالأموال وبتمولهم في كل مكان النهاردة وبتجهزهم لخراب مصر. عايز أقول إن هي نفسها اللي شهدت بأن ما حدث في 30/6 كان أكبر تجمع في تاريخ بشري في تاريخ الإنسانية. ده الشعب المصري هو صاحب الشرعية اللي بيتكلم عليها الأستاذ. كيف تنظر إلى هذا اليوم؟ شرعية هذا الرجل وليس له شرعية عندنا، وليس رئيسا لمصر، ولا يجب أن يقال إن له شرعية أبدا.
كيف تنظر إلى هذا اليوم الذي سيمثل من هم متهمون بقتل ابنك أمام القضاء؟ هو اليوم العدالة ويوم القصاص. الراجل اللي كان واقف المرشد بتاعه بيمليه من ورا يقول له قول القصاص قول القصاص، نحن الآن نطلب القصاص منه. هذا الرجل اللي واقف يقول للشعب المصري ايه يعني لما يموت جزء من الشعب عشان بقية الشعب يعيش، وكأن الشعب المصري العظيم مجموعة من الحيوانات هيقتل منها جزء عشان يبقي الآخر أو يفسح لهم مكان. هذا منطق مجانين ومنطق سفاحين، لابد وأن يقتص منهم القضاء، وسنقتص منه ومن كل من قتل أبنائنا، سنقتص منه وسنلاحقه. ماذا تقول لمن يريد أن يدافع عن هؤلاء في المحكمة؟ فليدافع. مش المحامي دائما بيدافع عن الشخص وقد لا يكون مؤمن بقضيته اساسا، لان لابد من كل مجرم ان يجد من يدافع عنه. قد يكون الدافع انساني، قد يكون الدافع الشهره، قد يكون الدافع ايمانه بجرائمه هو نفسه شخصيا ان هو بيبرر له جرائمه. هذا قاتل وسفاح ولابد من محاكمته، ولكن من حقه ان يجد من يدافع عنه. هل ستذهب غدا لحضور جلسة المحاكمة؟ لا أريد أن أرى هذه الوجوه الكئيبة، لأنني أشعر بالغثيان والقرف من هؤلاء الناس. لا أريد أن أرى القتلة، لا أحب أن أراهم. خاصة وأنهم يدعون الآخرين ويستقون بالغرب ليدمروا مصر. عمالين يندهوا على الأمريكان وعمالين يندهوا على الفرنسيين والإنجليز، في حين أنهم حرقوا كنائس المسيحيين المصريين. هؤلاء النبلاء وقتلوا أولادهم، وهؤلاء لم يستغيثوا بالغرب. نحيي مسيحيين مصر اللي حرقت كنائسهم وقتل أبنائهم، وحرصا على الوطن رفضوا أن هم يستغيثوا بالغرب. هم عمالين يستغيثوا بالغرب بجميع اللغات عشان الغرب يجي مصر ويعمل فيها سيناريو العراق، ولن يحدث، لن يحدث أبدا، ولن تنهزم مصر ولا شعبها. سنهزمكم أنتم انهزمتم وخرجتم من حياتنا وإلى الأبد ولن تعودوا. ماذا تقول؟ يعني هذا رأيه، ونحن نؤكد على أن لكل إنسان الحق في التعبير. قديما فولتير منظر الثورة الفرنسية قال أنه على استعداد أن يضحي بحريته من أجل أن يقول الآخر أو خصمه حريته، من أجل أن يقول الآخر هلا ما تخبرني أنكم مثاليين إلى هذه الدرجة، يعني أنه عم بتضحوا بأنفسكم من أجل حرية الآخر وحرية رأي الآخر. يعني ده رأيه لازم يقول. ليش؟ لازم يقول. إنه نحن اليوم عم نحكي بحرية الرأي. لما كان جيكا عم بيعبر عن رأيه قتل، ولما كان أبو ضيف عم بيعبر عن رأيه قتل. ما احنا قلنا يعني المفارقة يعني المبكية المضحكة. يعني احنا قلنا في البداية إنه نتكلم بالحرية وبحرية التعبير. إنسان قتل أو شرع في قتله على الأجهزة المعنية والأجهزة القضائية أن تقدم هذا المتهم إلى محاكمة عادلة ومنصفة وناجزة. ده الكلام العقل. أجرأ الكلام لا يعني التهجم، أجرأ الكلام يعني أن تقول ما في صدرك من أقوال بطريقة لائقة، وليس أجرأ الكلام إطلاقا تهجم وشتائم إلى آخره. ولذلك نحن قلنا في البداية المحاكمات العادلة المنصفة، وإلا فليقل لي واحد الآن أين شهداء ثورة 25 يناير؟ ولماذا لم يتباكى الكل على هذه السلسلة من البراءات التي صدرت في حق الجميع في أحداث 25 يناير وحتى هذه اللحظة؟ أين الأموال التي سربت وكنا بالنادي؟ الأموال اللي هربت فين؟ كل القضايا اللي قامت من أجلها ثورة 25 يعني نوع من المقايضة. لا مش يعني مقايضة. تكون بنوع من المقايضة. لا مين اللي أنا بقول لحضرتك انتظرنا. حسام لديه رد على ما تقوله. تفضل. نعم استاذ، بس توضيح الأول أن محاكمة غدا توضيحا بسيطا هي محاكمة مرسي و14 متهما آخرين على رأسهم عصام العريان ومحمد البلتاجي وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وأيمن عبد الرؤوف وأحد مستشاري مرسي في الرئاسة بقتل الشهيد واغتيال الشهيد الحسين أبو ضيف وآخرين. هذا هو قرار إحالة النيابة العامة. هذه صورة أبو ضيف على صدرك مش كده؟ نعم.
نعم هذا يعني شرف لي ان دائما انا ارتدي هذا التيشيرت الذي عليه صوره الشهيد الحسين رحمه الله عليه، الذي قتله ميليشيات الاخوان المسلمين في الاتحاديه، وهثبت ذلك بالادله في الاتحاديه يوم 5 ديسمبر الماضي. ردا على هذا الكلام، اعتقد ان حركه الحسين ابو ضيف والشهيد الحسين ابو ضيف نفسه اول من طالب بمحاكمه عادله والقصاص من مبارك ومن اي رئيس في السلطه يقوم بقتل متظاهرين. ليس معنى ان مبارك قد خرج براءه، والذي اخرجه بالمناسبه هو مرسي نفسه الذي اعاد المحاكمه بعد ان اخذ مبارك 25 عاما ومؤبدا هو وحبيب العدل وسته من مساعدي وزير الداخليه. اعتقد ان مرسي هو الذي اعاد المحاكمه، اذا هو خرج اصلا في عصر مرسي. مبارك تم تبرئته في عصر مرسي. محاكمه غدا استاذ توني هي محاكمه عادله، والقصاص الذي انتظرناه منذ 10 اشهر 300 يوما كاملا ننتظر القصاص للشهيد الحسين ابو ضيف من قتلته من جماعه الاخوان المسلمين. محمد مرسي عندما كان رئيسا للجمهوريه، هذا الرئيس المعزول القاتل الذي سوف يحاكم غدا، امر ميليشياته هو وخيرة الشاطر ومحمد البلتاجي وعصام العريان، ولهم فيديوهات توضح ذلك. يعني هناك ادله واضحه. محمد مرسي الذي قال ان مبارك كان متواطئا، وهو بالفعل متواطئ في قتل متظاهري يناير، هو نفسه قد ارتكب نفس الجريمه باعتباره هناك يعني رئيسا للجمهوريه وهناك مسؤوليه سياسيه تقع عليه. الادله واضحه. انا لا اجد مبررا اصلا للدفاع عن هذا الرئيس الذي يدعي انه ما زالت معه الشرعيه. هذا الرئيس المعزول هو رئيس قاتلا بكل الادله. اول دليل اننا يعني انظر الى تصريحات من قيادات الاخوان يوم 5 ديسمبر العصر. خيرة الشاطر نائب المرشد اعلن حاله النفير الاخوانيه في عصر يوم 5 ديسمبر، وامر شباب الاخوان وميليشياته المسلحه التوجه لفض الاعتصام السلمي. انظر الى شهاده اللواء احمد جمال الدين وزير الداخليه السابق الذي ادلى بشهادته للنيابه العامه، وقال بالحرف الواحد انه قال لمرسي يوم 4 ديسمبر قبل احداث الاتحاديه بيوم واحد، ذهب اليه في القصر وقال له ان التحريات اثبتت ان المعتصمين عند قصر الاتحاديه هم معتصمين سلميين ولا توجد لديهم اي نيه الى اقتحام القصر. فطلب منه مرسي، هذا طبقا لتصريحات احمد جمال الدين الذي ادلى بشهادته امام النيابه وسيدلي بشهادته امام المحكمه، طلب من احمد جمال الدين ان يفض الاعتصام بالقوه. فقال احمد جمال الدين لا استطيع ان افعل ذلك الا بعد ان تكتب لي تفويضا رسميا مكتوبا يقول انك سوف تتحمل المسؤوليه منفردا اذا حدثت اعتداءات. فرفض مرسي، ورفض ايضا احمد جمال الدين ان يامر يعني ضباطه في الداخليه بفض الاعتصام بالقوه، وهو ما استدعى ان يقوم مرسي في اليوم التالي وقيادات مكتب الارشاد بجلب ميليشياتهم المسلحه لاغتيال الشهداء. بالمناسبه قرار الاحاله هو ان مرسي قام بالاتفاق مع المتهم الاول الى المتهم ال11 بالاتفاق معهم على اغتيال وقتل الشهداء، ومنهم الشهيد الحسين ابو ضيف الذي ذكره قرار الاحاله بالاسم، واخرون، وايضا هناك الشهيد محمد السنوسي وليس اخوانيا، لان الاخوان ادعوا ان كل الشهداء الذين سقطوا، لو تتذكر معي تصريحاتهم، ان جميع الشهداء هم اخوان، وهذا الكذب الفاضح منهم الذي تعودنا عليه طيله 80 سنه منذ تاسيس الجماعه. اعتقد ان الادله واضحه. ايضا هناك دليل قوي جدا. مرسي في اليوم التالي للمجزره الاتحاديه يعني في 6 ديسمبر قال بالحرف الواحد يا استاذ توني في تصريحاته ان هناك 95 من البلطجيه الذين كانوا معتصمين عند الاتحاديه تم القبض عليهم، وهو ما نفاه المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهره الذي قال انه لم يتم القبض على هؤلاء وانهم ليسوا بلطجيه بل انهم مجني عليهم، لانهم ذهبوا وقد حرروا محاضر بانهم تم الاعتداء عليهم، ومنهم السفير يحيى نجم واخرون. ماذا تنتظر ان يحصل غدا؟ انتظر ان هي جلسه الاولى معروفه انها بتكون جلسه اجرائيه، جلسه اجراءات، يعني فكره ان المحامين سوف يقومون باثبات الحضور وهكذا، واعتقد ان اليوم سيمر بيوم اجرائي عادي جدا، ولكن في النهايه هي بدايه القصاص وهو الاعدام لمرسي وقاتل الشهيد الحسين ابو ضيف. نحن بالمناسبه كاصدقاء الشهيد الحسين ابو ضيف لن نرضى باقل من الاعدام لهذا الشخص الذي يدعى محمد مرسي والاخرون المتهمون معه، بل ان نطالب ايضا نحن كاسرته ونطالب هيئه الدفاع عن الشهيد الحسين ابو ضيف بضم متهمين جدد. يعني قرار الاحاله لم يضم خيرة الشاطر نائب المرشد الذي اعلن حاله النفير، ولذلك ذهبنا وقدمنا تظلما الى المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهره، طلبنا فيه بضم خيرة الشاطر وسعد الكتاتني والحارس الشخصي لخيرة الشاطر، ويدعى خليل اسامه محمد العقيد الذي تم ضبطه منذ فتره بسلاح
غير مرخص وهو كان الحارس الشخصي لخيرت الشاطر. طلبنا بضم هؤلاء للقضيه لان قرار الاحاله لم يحلهم، وطلبنا ايضا بان يتم القبض على المدعو عبد الرحمن عز واحمد المجير. عبد الرحمن عز هذا الشاب الذي قام بتسليط الليزر على المعارضين لمرسي وقتها ومنهم الشهيد الحسين ابو ضيف، وهو قرار الاحاله تضمن اسمه. وايضا نطالب بالقبض على احمد المجير الهارب حاليا. يعني هناك 2 من المحالين غدا في المحاكمه هاربين، شخص يدعى عبد الرحمن عز واحمد المجير. ولذلك فان غدا سوف يكون يوما نعتبره بدايه القصاص الى ان نرى رؤوس هؤلاء المقاتلين محمد مرسي ومن معه تحت مقصله الاعدام. أليست من المفارقة أن يمتلك حسام كل هذه الأوراق وكل هذه المعلومات وكل هذه الملفات عن القضية، وحضرتك محامي الدفاع لا تمتلك أي معلومة من هذا الملف؟ هذه تسريبات ظهرت في الصحف يا أستاذ سوني، لكن أنا باعتباري رجل قانون لابد أن أقرأ أمر الإحالة. أليس هذا قرار الإحالة الرسمي؟ هو ده أمر الإحالة، هذه تسريبات. لكن أنا باعتباري رجل قانون أعلم أن هناك مجموعة ممكن أبقى عارف أسمائهم أو ربع أسمائهم أو نص أسمائهم، لكن عندما لا أطلع على أوراق الدعوة ليس من حقي أن أقول أن فلان. أنا أعلم أن الدكتور محمد مرسي هو المتهم الأول في هذه القضية. هناك مجموعة أخرى، مجموعة محالة، منها مجموعة متغيبة ومنها مجموعة حاضرة، وبالتالي عندما لا يكون تحت يدي ملف الدعوة فليس من حقي أن أقول أن زيد أو عبيد موجود في هذه القضية. بعد الفاصل هل سنرى غدا الرئيس المعزول محمد مرسي بموقف شبيه بالموقف الذي شاهدنا فيه الرئيس الأسبق حسني مبارك، أي وراء القضبان؟ هل سنرى أيضا أمورا قد تدهش الرأي العام كما يسوق الأخوان لها؟ هل سيجاوب أو سيجيب على أسئلة القاضي، أو هل سيلقي خطبة طويلة كما يتوقع دفاعا عن نفسه تتضمن مفاجآت؟ كل هذا سنتعرف عليه بعد الفاصل، كما سنتعرف على هوية ضيفنا. أبرز اعتراض لدي هو القول بأن الرئيس الشرعي لمصر الآن، وأن ما جرى في 3 يوليو 2013 كان انقلابا. لماذا حصلت 30 يونيو؟ حصلت 30 يونيو لأن قوى الثورة المضادة كانت متغلغلة في كافة أرجاء المؤسسات. إلى هذا الحد الثورة المضادة لديها أرقام وأعداد شعبية كبيرة حتى جمعت كل هذه الأعداد في مظاهرات 30 يونيو. الثورة المضادة طبقا للتعريفات السياسية كلها هي حركة ناقصة بالكاف والصاد، أي حركة مرتدة ترغب في بعث النظام الذي ولى زمانه. إذا كانت أكثرية فذلك من حقها. ما أنا هقول لحضرتك، هذا الاحتقان التدريجي الذي تم عن كافة المؤسسات المناهضة لثورة 25 يناير بالتدريج، وكان الخطأ الأكبر الذي استغلته قوى الثورة المضادة هو هذا الإعلان الدستوري المشؤوم الذي صدر في 21/11. كما استغل الإخوان ثورة 25 يناير؟ شوف، قوى الثورة المضادة استغلت هذا، لكن ألم يستغل الإخوان ثورة 25 يناير؟ لا إطلاقا. لا أبدا يستغلوها إطلاقا. ما استغلوها؟ لا، هم يعني كل الشباب اللي نزلوا ب 25 يناير المصري هن نزلوا ليوصلوا الإخوان المسلمين للحكم. الشعب المصري شارك في ثورة 25 يناير. ومن شارك؟ وأي شعب شارك في 30 يونيو؟ ما أنا هقول لحضرتك، وكان في القلب من 25 يناير هذا الشعب، وكان في القلب من 25 يناير الإخوان المسلمين. وأعتقد أن معظم مش ممكن تزييف الحقائق ده، مش ممكن. ده في دم شهداء يا سيدي، انا ما قلتلكش حاجه، في دم شهداء، في ناس ماتت. 25 ليست للاخوان المسلمين ولا لهم يد فيها، هم استولوا عليها فقط. في تصريحات لمرسي وجماعته ومرشده وموجوده في الجرائد وهنجيبها،
بيقولوا ان مفيش حاجه اسمها ثوره في الاسلام ومفيش ثوره على الحاكم، وحسني مبارك ده والدنا كلنا. هو مرسي اللي بيدافع عنه، قال حسني مبارك ده والدنا كلنا، وان احمد عز وكل شله مبارك هم رموز الوطن ولا يمكن يترشح قصادهم. هذا نفاق وكذب من الرئيس المعزول ومن اي حد بقى هيقول ان ثوره 25 ثوره اخوان. هم سرقوا الثوره من الشباب، سرقوا الثوره من الشباب اللي ما كانش ليه قياده تقوده، لان البرادعي تراجع عن قياده الثوره ورفض الترشح للانتخابات. الشباب ما لقاش حد يقوده، هم سرقوا هذه الثوره واستولوا عليها. هم ليسوا اهل الثوره وليس لهم في الثوره ابدا، هم معروفين هم ايه. حسام، يجب الا تتحدث جماعه الاخوان المسلمين على ان الفلول ولا على ان هناك ثوره مضاده، لانهم اصلا هم الفلول. اعتقد نتذكر تصريحات عصام العريان يوم 24 يناير 2011 عندما قال ان جماعه الاخوان المسلمين لن تشارك في ثوره دعا اليها شباب من على الفيسبوك. هذا هو تصريحاته. نتذكر تصريحات محمد بديع الذي قال ان مبارك والد لكل المصريين، تلك هي جماعه الفلول. وايضا نتذكر مرسي نفسه في انتخابات 2010 و2005 عندما قال ننسق مع الحزب الوطني لان هناك رموزا مثل زكريا عزمي وغيرهم لا يجب ان يعني نقوم بترشيح احد من جماعه الاخوان المسلمين ضدهم. جماعه الاخوان المسلمين هم اصل الفلول ولا يجب ان يتحدثوا وكانهم ثوار، لانهم بالفعل هم الذين سرقوا ثوره يناير، فلا يجب ان يتحدثوا وكانهم ثوار. هم فقط سرقوا الثوره وقتلوا الشهداء وتاجروا بدمائهم. من وحي مقيل، بس أستاذي قبل أن أستمع إلى ردك، من وحي مقيل عندما كنا في الفاصل كنت تسألني لماذا إنه ما بتعمل حلقة عن شهداء ثورة 25 يناير، إنه لماذا لا نتكلم عن شهداء 25 يناير. فأنا هنا تساءلت أن من يهمه إلى هذا الحد شهداء الذين سقطوا في 25 يناير هو اليوم من يقف ليدافع عن من هم متهمون بقتل شهداء ثورة 30 يونيو. يعني كيف لي أن أوفق بين هذين التناقضين؟ يعني إذا كنت بالفعل ثائر، إذا كنت بالفعل ثورة، إذا كنت بالفعل مع هؤلاء الشباب الذين ضحوا بأنفسهم وأرواحهم من أجل هذا الوطن بثورة 25 يناير، كيف لك اليوم أن تقف هذه الوقفة لتدافع عن من أهدر دم نفس الشباب الذين نزلوا في 25 يناير وكان يمكن أن يكونوا شهداء في 25 يناير لو لم يكن في المجال؟ وجيكا على ما أظن أنه انتخب الرئيس مرسي. جيكا لم ينتخب مرسي حبا في مرسي، جيكا أيد مرسي ليس حبا فيه ولكن كراهة في أحمد شفيق، وكان عامل صفحة معا ضد الإخوان تم اغتياله بسببها، تم اغتياله مع سبق الإصرار، وتم تهديده من جماعة الإخوان على تليفونه وعلى الفيسبوك، وقالوا له ابعد عن الإخوان وإلا تعني أنه هيقتل، وفعلا تم قتله على أيديهم. هذه جماعة تقتل البشر وليس لها أي حق في أنها تنتسب إلى ثورة 25 يناير اللي عملها شباب أبطال، هم نفسهم اللي نزلوا عملوا تمرد وجمعوا توقيعات بأكثر من 20 مليون مصري ونزلوا 33 مليون مصري في ساعة واحدة في أنحاء مصر عشان تسقط المعزول نهائيا. اللي بيطمع أو يطمع غيره أنه هيعود لن يعود أبدا، لن يعود، لا تحاولوا. أنت اليوم نادم على مشاركة جيكا رحمه الله في السياسة؟ أنا فخور بيه، هو كان هيموت في ميعاده. جيكا كان هيموت يوم 20/11، ده ميعاد ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قدره، ولكنه أراد أن يموت بطلا فمات بطلا يحتفل به العالم. كل دول العالم جت صورت أوضة جيكا، آخرها التلفزيون الصيني في رمضان اللي فات. شهدائنا بيكرموا في كل أنحاء العالم، سواء كان جيكا، سواء كان أبو ضيف، سواء كان الشافعي، سواء كان الجندي، سواء كان كريستي والآخرين جميعا بيكرموا. أما هم فلن يكرموا ولن يذكرهم التاريخ إلا بأنهم قتلت الشهداء. ماذا سيكون شعورك لو صدرت أحكام براءة بحق المتهمين اليوم كما صدرت أحكام سابقة؟ ماذا سيكون شعورك؟ أنا سأقبل أي حكم يحكم بالقضاء المصري حتى لو البراءة. أنا أثق في هذا القضاء. حسام، ما شعورك وشعور أهل أبو ضيف عندما أزيلت الجرافيتي عن بوابة نقابة الصحفيين من يومين؟ نعم، يعني نقابة الصحفيين مجلسا ونقيبا قام بمحو جرافيت الشهيد الحسين أبو ضيف والشهيد أحمد محمد محمود شهيد جمعة الغضب الصحفي بجريدة المسائية
منذ يومين، وفوجئنا بأن مجلس النقابة يحاول تصدير تبريرات بفكرة أن موظفا يدعى حربي في النقابه هو الذي قام بمحو الجرافيتي من تلقاء نفسه دون الرجوع الى مجلس النقابه، وهذه التبريرات قد رفضناها جمله وتفصيلا، لان من قام بمحو الجرافيتي هم اعضاء مجلس نقابه الصحفيين ونقيب الصحفيين، وهو قرار لا يخرج الا بعد موافقته. شعورنا هو تصريحات سالمه. باي خلفيه يعني قاموا بمحو ذلك من اي خلفيه؟ يعني لغايه دلوقتي او حتى الان احنا مش عارفين السبب الرئيسي، ولكن السبب الرئيسي هو ما صرح به او ما قاله سالم ابو ضيف شقيق الشهيد الحسين ابو ضيف نفسه، عندما قال ان نقابه الصحفيين منذ اغتيال الشهيد الحسين ابو ضيف وهو تقوم باغتياله الاغتيال الثاني له بعد استشهاده في مجزرة الاتحادية، وهذا كان واضحا بدليل ان نقابة المحامين مجلسا ونقيبا لم توفر محاميا حتى هذه اللحظة، يعني محاميا من نقابه الصحفيين للدفاع او للترافع في قضيه الشهيد الحسين ابو ضيف، وجميع اعضاء هيئه الدفاع عن قضيه الشهيد الحسين ابو ضيف يعني سامح عاشور وغيرهم هم يعني بتوكيل خاص من اسره الشهيد الحسين ابو ضيف. دعونا الان نتعرف على ضيفنا الثاني في هذه الحلقه، وهو الاستاذ المحامي بالنقد والمحكم الدولي نائب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب وعضو مجلس الشعب السابق الأستاذ عبد العظيم المغربي. مساء الخير. مساء النور. أهلا فيك. أهلا وسهلا. طبعا شاهدت الإضاءة الحمراء تكررت مرارا أثناء كلام الأستاذ محمد إلى جانبي، كأن هناك اعتراضات وانتقادات على ما قال. ما هو أبرز انتقاد واعتراض لفتك خلال هذه الحلقة قبل أن تنتقل إلى جانبي لمتابعة النقاش؟ في الحقيقة أبرز اعتراض هو ما يتعلق بإصرار الأستاذ محمد على أنه الرئيس المخلوع محمد مرسي ما زال رئيسا شرعيا لمصر حتى الآن، ووصفه لما جرى في 3 يوليو 2013 بأنه انقلاب عسكري. بعد الفاصل سنتعرف على أبرز الانتقادات والاعتراضات الأخرى عندما أستضيف الأستاذ عبد العظيم إلى جانبي هنا وجها لوجه مع الأستاذ محمد. ابقوا معنا بعد الفاصل. هذا البرنامج برعاية الحسن والحسين، بيف ولحمة وكمان منه السادة، فراخ وزيتون والطعم فوق العادة، على لانش وش الحسن والحسين. مشغول عنده اجتماع. يشمل مدير القطاع ومدير قسم الانتاج. مدير القطاع يشمل محمد رؤوف موجود. اوفا حبيبي، ايه يا اوفا؟ مش انك عندك اجتماع النهارده؟ يعني في جاتوه وبومبو وساليزون. انسى احراج السرنجه. قلم نوفو بان هيدي لك جرعه الانسولين اللي انت محتاجها في اي مكان من غير ما اي حد ياخد باله. انسى السرنجه مع نوفو بان.
البرنامج برعاية أهلا بكم في هذا الجزء الأخير من أجرأ الكلام في حلقة الليلة. أجدد الترحيب بضيوفي الأستاذ المحامي محمد الضماطي، أهلا بك. الأستاذ المحامي عبد العظيم المغربي، أهلا بك. أبو جيكا، رغم أن جيكا هو الولد الأصغر، ولكن دعني أقول لك أبو جيكا أيضا أرحب بك. حسام، أهلا بك أيضا، وتحية إلى روح الحسيني أبو ضيف. كنا استمعنا بنهاية الفقرة السابقة لأبرز اعتراضاتك، وكان الاعتراض على وصف الأستاذ ضماطي ثورة 30 يونيو أو بعد الثورة مباشرة بأنه انقلاب عسكري قام به الجيش لعزل الرئيس محمد مرسي. نتابع أبرز التعليقات وأبرز الانتقادات على ما ورد في طيب لو سمحت لي خذ مني التعليق الأول قبل أن أتكلم عن هذا الاعتراض البارز، وهو ما يتعلق بدور الإخوان المسلمين في المشاركة في ثورة 25 يناير باعتباري أحد المشاركين والشهداء على هذه الثورة. أولا والشهود أيضا والشهداء. نعم عايزين. أولا نحن نعلم أنه انتخابات 2010 التي كانت فظيعة فيما لحق بها من تزوير كانت يعني أحد الأسباب الرئيسية التي سيدت لدى الشعب المصري بصفة عامة عدم قدرته على استمرار تحمل هذا النظام. وإحنا في حركة كفاية وفي كل الحركات التغيير الاحتجاجية اللي كانت موجودة في مصر وبعض الأحزاب الثورية في هذا الوقت، كان شغلنا الشاغل كيف ننظم حركة الشارع في مواجهة هذا الذي يجري. وعقدنا لقاء في ديسمبر قبل الثورة بشهر في مقر الكتل الانتخابية للإخوان المسلمين، في مقر الإخوان المسلمين في روضة المنيل. نعم. حضره كل قيادات الإخوان المسلمين في الصف الأول، المرشد ومن معه، وكان يدير هذا الحوار الرئيس محمد مرسي. وكان مقرر هذا اللقاء الدكتور عبد الجليل مصطفى، وهو موجود شاهد على قيد الحياة حتى الآن. في هذا اللقاء أنا تكلمت وتكلم معي الزميل عبد الحليم أنديل وآخرين، وقلنا باختصار أنه هذا النظام وصل إلى حالة من التكلس بحيث يستحيل عليه أنه يتراجع في موقفه خطوة واحدة للالتقاء مع الشعب. وفي نفس الوقت الشعب تحمل ما لا طاقة له به، بحيث أنه لم يعد يستطيع أن يتحمل الشعرة التي تقسم ظهر البعيد بعد ذلك. وبالتالي فإن الصدام حتمي والثورة واجبة وضرورة، وإسقاط هذا النظام لا بديل عنه بغض النظر عن التضحيات التي يمكن أن نقدمها في هذا الشأن. ماذا كان موقف دكتور مرسي يومها؟ موقف الإخوان المسلمين جميعا بمفهوم الدكتور مرسي كان ضد ذلك. كان موقفهم إيه؟ إن إحنا نقبل أن يستمر النظام وأن نتعامل معه بشروط ثلاث. الأول أن يفرج عن المعتقلين السياسيين، الثاني أن يوقف العمل بقانون الطوارئ، الثالث أن يعلن حسني مبارك أنه لن يترشح في الانتخابات القادمة هو أو ولده. يعني نفس الشروط للتفاوض مع النظام الحالي. نعم. ولكن برأيك أستاذي من سيشارك في 25 يناير هذه السنة؟ هقول لك دلوقتي، هقول لك. بس في هذا اللقاء أيضا إحنا حطينا شروط في البيان الذي أعلناه للشعب، منه مادة تتكلم عن إسقاط النظام. كان يحضر معنا محمد البلتاجي عن الإخوان المسلمين، أصر على ألا يوقع على هذا البيان إلا بعد أن تشطب هذه المادة. الملاحظة الثالثة إنه يوم 24 عشية 25 إحنا ما ادعيناش إن إحنا بنرتب ثورة. إحنا كنا بنقول يا رب هذه الانتفاضة تكون الشرارة اللي تعمل الثورة. فعقب الاجتماع أنا بقول أتمنى على الله أن ينزل إلى الشارع غدا 10,000 مواطن يمثلوا شرارة
للثوره. ثم التفت لمحمد البلتاجي وقلت له: يا محمد، انتوا بقى الاخوان المسلمين اللي عندكم العضويه والجماهير والحشد، فمطلوب انكم تحشدوا. فقال لي قدام زملائي بالحرف الواحد: لا يا استاذ عبد العظيم، التعليمات اللي عندنا انت هتجيب واحد احنا هنجيب واحد، هتجيب 10 هنجيب 10، هتجيب 100 هنجيب 100، اكتر من كده هذا قرار الجماعه ممنوع. لكن الاخطر من ذلك يا استاذ طوني، يوم 25 الصبح ونحن امام دار القضاء العالي وبنهتف، احنا كنا موصفين حال مصر والثوره ازاي؟ كنا بنقول مصر تعاني من معضلات ثلاث: الاستبداد والفساد والتبعيه. وقلنا في مواجهه الاستبداد يبقى الحريه والديمقراطيه، وفي مواجهه الفساد يبقى العداله الاجتماعيه، وفي مواجهه التبعيه يبقى السياده الوطنيه واستقلال القرار الوطني. الذي جرى انه بعد هتاف او اتنين بشعار الثوره هذا وقف محمد البلتاجي مع ال5 فقط الذين اتوا معه، 5 فقط الذين اتوا معه امام دار القضاء العالي لكي يقول حريه وديمقراطيه وعداله اجتماعيه فقط. كلمه السياده الوطنيه او استقلال القرار الوطني لم ترد على لسانه، وهذا يفسر لك وللمشاهدين ما عدمناه من بعد من اتفاقات بين الإدارة الأمريكية والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في هذا الشأن. طيب، برأيك ما الذي دفع بالأستاذ محمد أنه يكون اليوم في صفوف الدفاع عن من هم متهمون بالتحريض أو بقتل الشباب المعارض للإخوان؟ طبعا إذا احنا تجاوزنا عن الحق المفترض، وهو انه من حق كل متهم ان يكون له محامي، ومن حق كل محامي ان يحضر مع المتهم الذي يرتضيه، يعني بعيدا عن هذا التوصيف المهني، عاوز اقول لك انه محمد شاركني لسنوات طوال في الدفاع عن قضايا حقوق الانسان في مصر ضد النظام المستبد، وكان يحضر محاكمات للإخوان زي ما أشار النبيل الهلالي لما كان نظام حسني مبارك يعسف بهم. بعد ذلك قامت علاقة لا أدري تفاصيلها بين محمد والإخوان المسلمين. الذي أذكره أنه في انتخابات نقابة المحامين محمد كان يترشح في انتخابات النقابة على قائمة الإخوان المسلمين، وهم بما لهم من أغلبية عددية كانوا يعني ده كان أحد أسباب. يعني عم برد لهم الجميل اليوم؟ لا ده صحيح، يعني كنت بنزل على قوائم عم برد لهم الجميل اليوم. أنا لا أعلم هو، إنما أنا ممكن أقول مش بيردوهم الجميل، يعني مصالح. لا يعني علاقتك بالإخوان مصالح. أنا شو اللي أخذك على منصة رابعة 2006 نعم، علما بأن الانتخابات أول انتخابات نزلت فيها على القوائم كانت سنة 2008. ده اللي أنا عايز أقوله، لأننا عندما نترافع عن فصيل معينة، بعيدا عن فكرة المحامي والمتهم والدفاع والادعاء، بعيدا عن هذه الموضوع، أنت اليوم كشخص أنت مقتنع بأفكار تلك الجماعة وبأفكار هذا الفصيل من الناس؟ يا أستاذ طوني، في فرق بين إنك أنت تقتنع بفكر الإخوان وإنك تقتنع بقضية معينة، قضية جنائية وتترافع عنها. لما صعدت على منصة رابعة كان في قضية جنائية. أيضا عندما وقفت على منصة رابعة كان موقفا سياسيا وليس يعني موقفا بمعنى الانضمام إلى جماعة الإخوان. أنت هو أنا لوحدي اللي مع الشرعية، هي الإخوان لوحدها اللي مع الشرعية. بعدك مصر إنها الشرعية، فصائل يسارية، الشرعية، فصائل يسارية. أستاذي نعم. بعدك مصر إنها الشرعية؟ نعم، أنا ما زلت حتى الآن. هناك 6 انتخابات قال فيها الشعب المصري كله نعم لهذا التيار، وبالتالي لا يصح إطلاقا أن ندوس كل هذه الأصوات، هذه الإرادة الشعبية، ونيجي نقول أنت مع مين ولا ضد مين. أنا بقول كيف أين الشعب المصري؟ 33 مليون مصري أو أكثر من ذلك. ما هي دي الحلقة بقى المفرغة اللي هنقولها احنا. لما تقول لي إنه كمان جرافيكس عملهم خالد أنا لا أريد أن أعود إلى أثينا في العصر القديم وأقول إن فيه نيابية مباشرة. النيابية اللي مستقرة في العالم كله هي نيابية غير مباشرة، وبالتالي هناك صناديق للانتخابات. الشعب المصري قال فيها 6 استحقاقات. وعايز أقول لك بقى أن فصائل كثيرة
من الفصائل الأخرى الليبرالية والاشتراكية كانت تلهث وراء الإخوان المسلمين علشان ينزلوا في قوائمهم، سواء في النقابات أو في المجالس النيابية أو في أي انتخابات. كان هناك من يلهث وراء. أنت واحد منهم. لا أنا لم أنت واحد منهم. لا يا سيدي، لدرجة أنه بيوصفوك على مواقع التواصل الاجتماعي بالمحامي الإخواني. لا يا سيدي، أنا عايز أقول لحضرتك أنا في كل لقاء أقول أنني لست إخوانيا. أنت تقول ولكن أفعالك، أنت تقول ولكن أفعالك تثبت أنك أكثر من إخواني. يعني عندما كان نبيل الهلالي الراحل العظيم يترافع عنهم طيلة هذه المدة تقرب من 25 سنة، هل كان نبيل الهلالي الذي يقف في يسار اليسار عنهم وعندما كانوا خارج السلطة ولا مصالح له أنا معهم؟ أدافع الآن عنهم وهم خارج السلطة. الإنسان لا أنا أدافع عنهم وهم خارج السلطة. وين خارج؟ ودافعت عنهم قبل أن يدخلوا السلطة. أنا دافعت عنهم في المرتين. فضل. إذا سئل الأستاذ محمد كما سئل معك من قبل عن جيكا والحسين أبو ضيف وأمثالهم، يترحم عليهم ويطالب بحقهم وبمحاكمة المعتدين عليهم، طبعا ما فيش. هذا هو الموقف الطبيعي لمحمد الضماطي، وبالتالي فإن الموقف الذي يبدو فيه في هذه الحلقة يتناقض مع الموقف الطبيعي الذي ينبغي أن يكون فيه. هذا هو التناقض. يعني ألم يكن هو المدعي الحق المدني بقضية مبارك؟ قضية مبارك المخلوع. نعم. كيف؟ يعني كيف تنتقل من هنا إلى هنا والتهمة واحدة؟ هذا شأن. لا فرق كبير. لأن من وجهة نظري أن مبارك المخلوع ونظامه قتلوا وأفسدوا واستبدوا. أما من وجهة نظر النظر بالنسبة للدكتور مرسي هو لم يستبد ولم يعصف. من قتل هؤلاء يا سيدي؟ من قتل جيكا؟ الذي يقول هذا هو المحكمة. طب ولماذا لا أنا وقت ولا أنت؟ ولماذا وقت مبارك لم تكن المحكمة من يقول هذا؟ لماذا أصدرتم أحكاما؟ ولماذا لم يذهب محمد الضماطي إلى المحكمة لكي يقول من قتل جيكا؟ مش لكي يدافع عن المتهم بقتل جيكا. شوف يا سيدي، أنا أقول أن الفيصل النهائي هو الحكم القضائي النهائي البات الذي سوف يصدر. وزي ما قال زميلنا أبو جيكا، قال أنه سوف يحترم أي حكم يصدر حتى ولو كان بالبراءة، وهذا هو الكلام القانوني الصحيح. الصحيح. وهل الأخوان سيحترمون أي حكم لو صدر بالإدانة؟ طبعا. يعني ولا بد أن يحترم. سيقول نعم هذا هو قرار المحكمة ونحن قبلنا في هذا الحكم، ولا راح تقوم لقيامي وما راح عايز أبين بس إن اللي مقدمين دول مقدمين بتهمة التحريض على القتل، ومسألة التحريض على القتل ليس التحريض على القتل. ماشي، ما أنا عايز أقول لحضرتك، ولذلك التحريض على القتل له مسائل فنية في قانون الإجراءات الجنائية، ليس كالفاعل الأصلي. علشان كده مسألة التحريض دي زي ما محكمة النقض قالت، زي بالنسبة للتحريض والاتفاق والمساعدة، ما هم دول وسائل الاشتراك الثلاثة في القانون الجنائي، قالت عنهم إنها مسائل مكنونة في النفوس، على القاضي أن يستنتجها من الأمارات والمظاهر اللي موجودة في الورق. علشان كده إحنا بنقول من وجهة نظر الدفاع أن مرسي لم يحرض، وهذا حقنا في الدفاع. علي أن أثبت هذا أمام المحكمة، وعلى المدعي بالحق المدني اللي هو الأستاذ عبد العظيم أن يثبت عكس ما أقول ويؤكد أن هناك تحريضا، والفيصل الأخير هو الحكم الذي سوف يصدر. لكن أنا عايز أقول لحضرتك ورجوعا إلى الماضي أن للأسف الشديد أن معظم هذه القضايا وسلسلة البراءات التي صدرت لأنه لم تكن هناك منظومة قضائية تستوعب هذه النوعية الجديدة من القضايا. ده اللي أنا قلته من زمان ومنذ الحكم العسكري. لماذا وقت يعني في زمن مبارك أحيل وزير الداخلية حبيب العدلي إلى المحاكمة وإلى الاتهامات؟ اليوم عم نشوف أنه وزير الداخلية الذي كان موجودا أيام رئيس المعزول محمد مرسي هو ليس محالا للمحاكمة. لماذا؟ والله يسأل في ذلك بقى. لا أسألك عظيم شخصيا. أنا عايز أقول لحضرتك نعم. لأن وزير الداخلية لم يكن يعمل مع الرئيس المعزول، يعني لم يكن يعمل مع الرئيس، يعني رفض أوامره. لأنه رفض أوامره هو أساسا كان يعمل من تلقاء نفسه. وأنا عايز أقول لحضرتك يعني أن الرئيس بما معناه
يعني بما معناه أنه أعطاه توجيهات وأوامر معينة دكتور مرسي هو لم يستجب لها. يا سيدي هذا ما تقصد؟ أحداث الاتحادية، لا هذا ما تقصد؟ لا أحداث الاتحادية تحديدا هي أحداث أظهر فيها اللواء أحمد جمال الدين الذي كان وزيرا للداخلية أعتقد في هذا الوقت، وهو أكد على أنه لن يحمي قصر الاتحادية. ده الموقف، ولذلك هناك دخول في مسألة الدفاع الشرعي. لا ما قالش لن أحمي القصر الاتحادية. قال لن أستخدم القوة والعنف في فض المتظاهرين. يعني هو لن عارف أنه هذا الكلام الذي قلته الآن هو بحد ذاته دليل على تحريض الرئيس مرسي. نعم وهو سبب عزل أحمد جمال الدين. يعني عندما نقول إن وزير داخليته رفض أوامره لهذا السبب هو ليس محاكما، يعني كان عم يعطي أوامره في أنه لم يستطع أن يتعامل مع المتظاهرين في هذا الوقت بالطريق القانوني، وترك المتظاهرين. يا أستاذ محمد البعض هو رفض أوامره في فض الاعتصام بالقوة. شوف يا سيدي عشان نحط عندما يشرع الكلمات لها معاني. عندما يشرع المتظاهر في خلع باب القصر، وعندما يشرع المتظاهر في إلقاء المولوتوف داخل القصر الاتحادية، نحن نقوم بصدد تظاهرة غير سلمية. وشرعية قتل من لا أنا لا أبرر أي قتل أو شروع في قتل أو إصابة، لأن هذه دماء مصرية سالت على الأرض المصرية، وعلينا جميعا. سؤال مقابل، كيف تتصرف اليوم في موقف مماثل؟ يعني إذا أنت في قصر رئاسي يقتحم، تخلع البوابات، ترمى المولوتوف إلى حرم القصر، كيف يعني ماذا كان يجب أن يتصرف الموجودون؟ إنه يتركوا المتظاهرين يفوتوا لجوا يعملوا اللي بدهم إياه؟ أولا بس ليس معنى ذلك أن يتم قتل أو شروع في قتل برضه يا أستاذ. ليس معنى ذلك أن يتصرف أحد بالقتل أو شروع في قتل، سواء مدنيين ممن قيل أنهم تابعين للإخوان المسلمين أو من قبل الشرطة. كان متعين لو أن هناك أمانة من قبل جهاز الشرطة أن يتم التعامل مع المتظاهرين بالطرق اللي حددتها المواثيق الدولية، واللي حددتها المواثيق اللي مضي عليها مصر أساسا. لكن هذا لم يتم لأن هناك نوايا لزيادة هذا الاحتقان في الشارع المصري، وإلا البلاك بلوك وغيره من هؤلاء الذين اعتدوا على فندق سميراميس وغيره هي دي القصة، زيادة الاحتقان في الشارع المصري، قطع أنابيب البوتاجاز والغاز والسولر والمياه لزيادة هذا الاحتقان اللي يوصل في ذروته إلى 30 يونيو، ثم يفك كل هذا الأمر بعد 30 يونيو مباشرة. يعني كان الغاز موجود. يعني من تتهم بذلك؟ نعم، من تتهم بذلك؟ قوى الثورة المضادة. لا تحدثني عن أشخاص. قوى الثورة لا تحدثني عن أشخاص. قوى الثورة المضادة من كان أصحاب يدير؟ المصالح يا سيدي. من كان يدير تلك الثورة؟ كافة الأجهزة الأمنية التي لها مصالح الأمنية في بعث النظام القديم هي كانت قوى الثورة المضادة. هؤلاء جميعا يسموا الثورة قانون. كل هذه الأشياء كانت تذهب إلى غزة للجناح العسكري للإخوان المسلمين. السولار اللي ذبت في الأنفاق يعد بمئات الآلاف من اللترات كانت بتسرق من مصر وتذهب إلى غزة، يسرقها اللصوص من الطرفين يروحوا بغزة. كله كان يذهب إلى غزة. لو كان للشعب الفلسطيني لكنا قلنا نعم نتشارك، ولكن كان لمن يقتلون الآن الجنود المصريين في سيناء. الجنود المصريين والضباط المصريين بيقتلوا على يد الجهاديين والتكفيريين، وحماس تقتل المصريين والجنود المصريين الآن، تقتل الجندي الشريف اللي واقف يدافع عن بلده ويدافع عن تراب وطنه. التراب اللي هم بيبيعوه بيقولوا احنا مش بتوع تراب، احنا دوليين انترناشونال، نحن نعشق هذا التراب وسنموت من أجل هذا التراب وهذا الوطن. فضل. هذا هو المطلوب من قوى الثورة المضادة، ان قوى المقاومة تبقى قوى معادية، ثم العدو الصهيوني يكون هو الصديق. هي دي القصة. يعني هلأ صار أبو جيكا ثورة مضادة وحليف للصهاينة ويسوق له. العدو الصهيوني كان بيخاطب المتحدث العسكري الإسرائيلي وده مسجل بكلمة ثورة مضادة. يا أستاذ توني أنا عديتهم. حد عدهم؟ يا أستاذ توني كل الإحصائيات الدقيقة يا سيدي. كيف
يعني كيف يتصور عقلا ان 33 مليون مصري هينزلوا يوم 30 يونيو؟ والمعروف التصوير تم ازاي، ومعروف ان الطائرات الحربيه المصريه كانت توزع الاعلام والبونبوني على هؤلاء، وكانت توزع المنشورات التي تهدد الاخرين في روعة العدويه. هذه هي القصه كلها. اتفضل حسام. معلش يعني في مداخله بس، من يتحدث على ان الثوره المضاده تريد ان تحول العدو الصهيوني يعني الى صديق، وان حماس العكس. يعني يجب ان يتذكر ان مرسي هو من ارسل خطابا الى شيمون بريز وقال له صديقي العزيز وصديقك الوفي مرسي. هذا هو مرسي الذي تتحدثون عنه، الذي قال عن العدو الصهيوني بانهم اصدقاء اوفياء، كما ان هذا المرسي الذي يتحدث الان قالت محاميه وقال المحامين في هيئه الدفاع عن مرسي انهم سوف يستعينون، من يتحدثون عن الفلول ان محاميه قال انهم سوف يستعينون بالدفوع التي قالها فريد الديك في محاكمه عن مبارك. كيف يتحدثون عن الفلول؟ بعيدا عن البروتوكول يا استاذ، بعيدا عن البروتوكول، ثوري وهو اصلا قاتل وهو اصلا فلول. محاميه يتحدثون على ان من يعني ينتقدون مرسي انهم فلول هم من يستعينون بالفلول. ده ايضا هناك تسريبات يا استاذ توني ان يعني هناك ان كل الدفوع التي كتبها فريد الديب حرفيا سوف يقولها محامي مرسي في الدفاع، فكيف تحدثون عن ذلك؟ استاذ انا عاوز نوصل لختام هذه الحلقه. نعم، انا عاوز اتكلم عن القضيه المركزيه اللي هي تتعلق بالشرعيه. انا بقول انه بغض النظر عما جرى في الانتخابات التي سلمنا بها واعلن محمد مرسي رئيسا لمصر، محمد مرسي حنث بالقسم الدستوري الذي اقسمه سواء في المحكمه الدستوريه او في ميدان الثوره في ميدان التحرير امام الجماهير. رقم 2، الاخوان المسلمين حنثوا بوعودهم للشعب المصري